واللي شهدت مفاجآت كبيرة جدا، وكان من أبرزها فوز بيراميدز على الأهلي 2-0 وخسارة الزمالك من وادي دجلة 2-1. كله قال لك الزمالك قادم وراجع وخلاص وهيسيطر الحمد لله طبعا ان هو مرجعش، والحمد لله النهارده ان هو وقف، لان كان هيبقى المسافه ما بيننا كبيره جدا. النهارده لو الزمالك كان كسب كان هيبقى فرق 8 نقط عن النادي الاهلي. طبعا الاهلي ليه لسه ماتش مؤجل اللي هو كان فيه باي، فلو حسبنا ان الاهلي كسب ماتش كان هيبقى 5 نقط برضو. يعني رقم كبير جدا في كرة القدم بالنسبة للأندية الكبيرة اللي بتنافس على الدوري زي الأهلي والزمالك ودخل مؤخرا بيراميدز. لكن أنا الفرق اللي هي التانية مش مقلق منها، يعني كده كده نفسهم مش طويل، سواء المصري سواء مودرن.